أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في اليوم الثاني من المؤتمر العلمي الرابع للطلاب والطالبات. نرحب بأحد الضيوف، نتعرف بك. الطالب سليمان إبراهيم السعيد من جامعة شقرة، كلية العلوم والآداب شقرة. جميل جدا. في البداية نود أن تحدثنا عن انطباعك للمؤتمر، عن أجواء المؤتمر. والله انطباع جميل، انطباع طلابي جميل، في تعارف بين الطلاب، تنظيم في جميع المجالات، في تنظيم في الدخول في الخروج، في تنظيم في ناحية المشاركات، تنظيم الإعلامي، يعني صراحة شيء متعوب عليه. كيف ترى المؤتمر العلمي الرابع في هذه السنة؟ المؤتمر هذه السنة فيه تطور من أكثر من السنوات اللي قبل. طبعا السنوات اللي قبل أنا كنت مشارك في السنوات اللي قبل، فالسنة هذه جاي كضيف ومحرر مصور لصحيفة بث إلكترونية، فيعني رأيت تطور جدا جدا جميل وباهر عن السنوات اللي قبل. كإعلامي أريد أن تعطينا وجهة نظرك. والله كإعلامي احنا واجهتنا بعض الصعوبات أمس بالنسبة لافتتاح المؤتمر، فكان فيه ممكن حد معين من المسرح ما تنزل بعده، فالمشكلة يعني في مصورين معنا بطاقاتنا الإعلامية ومعنا كل شيء، بس إنه ممنوع تصور. ما أدري، هذه النقطة هي اللي بس حيرت. يعطيك العافية، شكرا لك. شكرا جزيلا لكم ومقدر لكم تعاونكم. يعطيك العافية، شكرا لك.